صلوا على النبي ويزيدوا صلاته، كان يلاقي القمر محمد ويفهم لغاته. صلوا على النبي ويزيدوا صلاته، كان يلاقي القمر محمد وبيفهم لغاته. رايحة فين يا حاجة يا ام الشلاطيفة؟ رايحة زور النبي محمد والكعبة الشريفة، وادعي لي ياما من فوق المناوير، ودعيت لك يا ابني يا ابنتي. يا زوار سيدنا النبي بلغوا حبيبي سلامي، وقولوا له روحي مشتاقة. يا رايح المدينة سلم لي على النبي، وقول له خدامك مشتاق لك يا نبي، يا حبيبي يا نبي، يا طبيبي يا نبي، يا حبيبي يا نبي، يا طبيبي يا نبي. قال صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: قل: لا حول ولا قوة إلا بك. قال صلى الله عليه وسلم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق حتى يكون صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيصلي لقوه بيمد ايده كده، فقالوا: الله يا رسول الله كنت وانت بتصلي كده مديت ايدك. قال: لقد تدلى لي من الجنة عنقود من العنب فهممت أن آخذه، فوالله لو جئتكم به لظللتم تأكلون منه ما بقيت الدنيا. ايه ده؟ هو في جنة بتنزل لبتوع الأرض هنا؟ إذا كان النبي معاهم. أيوة هو الجنة. كان واحد من العارفين يصلي على النبي يقول: اللهم صل على جنة الجنة وأنس الإنس وجنة الجنة، كن على يقين. أجاهد نفسي إزاي عشان يبقى عندي يقين؟ أفضل أصلي وأجاهد وأشاهد وأعمل لغاية ما ربنا يرضى عن قلبي ويكشف عنه الحجاب، فيرى حقيقة أن الله في الوجود موجود، فيستقر القلب ويهدأ. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ما يوصلش الإنسان لليقين إلا لما يذكر كتير ويمر بتجارب من الله كتير، فيعرف إن ربنا موجود، ويعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله على كل شيء مقتدر، وكان الله على كل شيء مقتدر، وأن الله بكل شيء محيط، وأن الله بكل شيء عليم. من كان على كل شيء قادر، وعلى كل شيء قدير، وعلى كل شيء مقتدر، وبكل شيء محيط، وبكل شيء عليم. يعجزه أنا وأنا لا شيء في هذا العالم؟ لا طبعا. يبقى اليقين بيبدأ من هنا، لما تعرف أهل الله ويعلموك أن ربنا موجود، هذا الذوق يثبت في وجدانك فتتعلم أنه لا إله إلا الله. لذلك عند لا إله إلا الله الله سبحانه وتعالى قال إيه؟ فاعلم أنه لا إله إلا الله، عشان يبدأ دايرة اليقين. عند الإنسان ما عرف أن ما فيش هنا إلا ربنا، ما بقاش يخاف من حد، ما بقاش يصلي عشان حد، ما بقاش يعرف حد على حد، ما بقاش يطمع في حد، لأنه رأى كل ما في الوجود مفقود، وليس في الوجود إلا رب كريم ودود لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فيبقى العلوم ثلاثة، والعلم الأول علم اليقين، والعلم الثاني عين اليقين، والعلم الثالث حق اليقين. حق الايه؟ اليقين. فدائما حضرة النبي عايز حقائق العلوم مش رسومها، ولذلك